البيان دعوة إلى الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. إن الأصل في العلاقات بين الناس المساواة في الحقوق والواجبات والتكافؤ في الأنفس والأموال والأعراض، وهي معصومة بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرم الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولكن في ظل الأوضاع الراهنة التي نشهدها والهجمات الغير مبررة على مناطقنا من قبل القوات الحكومية، وبغطاء إعلامي تحريضي ممنهج يهدف إلى ضرب السلم الأهلي وإحداث صراع بين المكونات على أسس الطائفية وعرقية وإثنية، يجعل الدفاع عن المنطقة أمرا واجبا وحتميا على كل المواطنين، وخصوصا عندما تكون هذه الأفعال بتبريرات دينية كما صدر عن وزارة الأوقاف في دمشق، وسمت هذه المناطق بأنها مناطق فتح. ومن هنا نخاطب سماحة مفتي الجمهورية الشيخ أسامة الرفاعي أيضا ونقول: نعم، صدقت فيما قلت عن الشعب الكردي فيما كانوا عليه، ونذكرك بأنه لا يزال كما تقول، ولكن أصبحت مطالبه بحقوقه الطبيعية الربانية من لغة وهوية وثقافة وتاريخ وأرض تهم بين إخوانه المؤمنين في العالم الإسلامي بالانفصال والتخوين وشق لصفوف الأمة. وكنا نأمل أن توجه وتذكر العالم بكلامك: هل أنت جاد وجميع علماء المسلمين ولاة الأمر في دمشق وجيشهم قبل هجومهم على مناطق الكرد وارتكاب المجازر وحصار مدنهم تحت شعار الله أكبر، وتوحد رأي علماء المسلمين في سوريا وغيرها فتدافع عنهم بحق الله والدين لا سواهما، لا أن تعلن الجهاد عليه وتعلو أصوات المآذن للانتصار عليه. ولم نكن يوما لا فرادا ولا مؤسسات داعيين للحرب والتجييش ضد أحد، بل دائما ما نذكر من حولنا بميثاق المدينة المنورة أمة من كافة المكونات على البر دون الإثم. فالأخوة الإيمانية الحقيقية لا تتحقق إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإسلامنا في كرديتنا لا أن نكون أي قوم آخر. لذا نهيب بشعبنا المؤمن بقيم التعايش والأخوة والسلام أن يكونوا على قدر المسؤولية والإيمانية والإنسانية، وأن لا ينجروا إلى الفتنة التي يروج لها باسم الدين الحنيف ويراد بها إبادة شعوب المنطقة وخصوصا الشعب الكردي، وأن يحموا هذه القيم بكل أمانة وإخلاص من يد العابثين والمستغلين للدين. كما نشكر جميع رجال الدين الغيورين على حرمات الله والعالمين بحدوده وجوهر رسالاته، الذين أظهروا الحق من الباطل ووقفوا إلى جانب هذا الشعب المظلوم من علماء العالم الإسلامي وخصوصا علماء إقليم كردستان. فالدفاع عن النفس واجب مشروع، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. مؤتمر الإسلام الديمقراطي قامشلو 27/1/2026، 8 شعبان
1447 هجري.